الحمد لله، وصلنا للمباراة النهائية من كأس آسيا لكرة القدم. فضل من رب العالمين، تعذبنا كثير، قاومنا وصبرنا، ورب العالمين جازانا على العمل اللي قمنا به، رفقة الإخوان والأحباب، طاقم تقني، وعلى رأسهم حسين عموتة، الرجل العصامي، الرجل الخلوق، المجيد، المجتهد، وكذلك السي حسن اللوداري، الإنسان المحترم والكفاءة العالية، مصطفى الخلفي، المدرب المحنك والقدير، وكذلك ياسين دريبو، محلل المباريات. عشنا شهر و10 أيام روعة، نتائج أدخلنا السرور والفرحة للشعبين المغربي والأردني. نهاية ولا في الأحلام، نهاية لم تكن في الحسبان، ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اشتغلنا بجد وبإخلاص وبنية صادقة، ورب العالمين جازانا على ما قمنا به. الحمد لله، الشكر لله، الفضل لله على كل ما قدمناه لهذا البلد العربي الشقيق. شكرا للاعبين على مجهوداتهم، على تضحياتهم وعلى صبرهم. شكرا لجمهور الأردن على ما قدموه لنا من مساندة ودعم كبيرين في هذه المنافسة الآسيوية. شكرا للشعب المغربي من طنجة إلى القويرة في جميع أنحاء العالم، الجالية المغربية، على دعواتكم، على سندكم، على دعمكم، وعلى حبكم للأطر الوطنية والإنسان المغربي الشريف والنزيه. أتمنى إن شاء الله للكل وكل المغاربة التوفيق والتيسير، وإن شاء الله الرحمن الرحيم دائما الراية المغربية في الأعلى. هشام إدريسي يحييكم من ملعب لوسيل بأرض قطر، الدوحة، أرض الكرم والجود، أرض العطاء، أرض المحبة والأخوة، أرض العروبة. وأتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم لهذا البلد السعيد وللأمراء والشيوخ كل التوفيق، صحة وعافية، أمنا واستقرارا، وتحية إكبار وإجلال لكل من أسال قطرة عرق في إنجاح هذه التظاهرة العربية والملحمة العربية الكبيرة في نهايتها. جلالة الملك محمد السادس، سدد الله خطاك ونور طريقك وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم، حيث كنت دائما ولا زلت وستبقى بحول الله تعالى مساندا للشعب المغربي، مدعما للأطر الوطنية في جميع المجالات. فتحت لنا أبواب التكوين، فتحت لنا المشاريع، وقدمت لنا كل الظروف من أجل التكوين والعمل وتشريف المغرب والمغاربة في المحافل الدولية الكبيرة. سدد الله خطاك ورزقكم صحة وسلامة وعافية، وللأسرة العلوية الشريفة مزيدا من الازدهار، ودائما نحن قدام أعتابك الشريفة وتحت الشعار الخالد: الله، الوطن، الملك، يحيى المغرب.